البلد مسحولة اليومين دول في خناقات علي كلاي وصراعات حكايات نرجس. كلنا بنندمج مع البطل اللي بيتظلم، بيقع ويعافر عشان ينتصر في الاخر. بس في بطل تالت في القصة دي صراعه اصعب منهم هما الاتنين، ومحدش بيتفرج عليه ولا بيسقف له. اغلبنا بيحب الدراما علشان بنعمل حاجة بيسموها في علم النفس الاسقاط. بنشوف في الابطال دول جزء مننا ومن معاناتنا، بس الفخ اللي بنقع فيه اننا بنخلص الحلقة وبنقفل الشاشة ونسيب المعركة الحقيقية بتاعتنا. بنقعد نتفرج على صراعاتهم ونهرب من الصراع اللي شغال جوه دماغنا. الفيديو ده علشان يفكرك بحاجة مهمة: معركتك الحقيقية مش مع مديرك ولا ظروفك، معركتك مع أفكارك السلبية ومع كلمة مستحيل اللي معششة جوه عقلك. انتصارك الحقيقي بيبدأ اللحظة اللي تقرر انك تبطل تكون متفرج على حياتك وتنزل انت الساحة وتستحمل الضربة علشان تقوم أقوى. ملاحظة أخيرة: شاشات التلفزيون كلها 30 يوم وهتطفي، بس مسلسل حياتك لسه شغال، ومفيش مخرج هيقولك كات عشان تعيد المشهد اللي بوظته. انهي الصراع اللي جواك، انت البطل اللي تستاهل تسقف له. لو الكلام ده لمس معاك ابعته لصاحبك اللي عارف انه بيعافر في صمت. اشوفكم على خير، سلام.